مرحبا، أنا المواطن حمزة هويدي، وحابب أوجه رسالة للأستاذ حذيفة الكحلوت، أو زي ما بتحب الناس تسميك أبو عبيدة. بعد أكثر من 78 يوم من الحرب على غزة، حضرتك صرت طالع لنا بأكثر من 30 فيديو بتردد فيهم نفس الغباء ونفس التفاهة، وكأنك مستغبينا أو كأنه ملناش قيمة عندك. كل يوم إيش؟ ضربنا 10 دبابات، إيش؟ ضربنا 20 جرافة. طيب وبعدين؟ أنا المفروض أغمض عيني عن كل حجم الدمار اللي جبتوه لنا إياه وأركز مع ال10 دبابات اللي ضربتوهم؟ مدينة غزة يا أبو عبيدة بعد ما كانت مدينة بعيش فيها أكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن تحولت لمدينة أشباح، وحضرتك بدك ياني أركز مع ال10 دبابات اللي ضربتوهم. قطاع تعليمي مش موجود، قطاع صحي منهار بشكل كامل، اقتصادي ملعون أبوه، أكثر من 20 ألف ضحية و50 ألف مصاب، الوحدات السكانية مدمرة بشكل كامل، وبدك ياني أركز مع ال10 دبابات اللي ضربتوهم. بكفي استغباء وبكفي تفاهة. إذا حابب تطلع يا أستاذ أبو عبيدة اطلع واعتذر للشعب عن حجم الدمار اللي جبتوا لنا إياه. وكل هذا بسبب إيش؟ بسبب مراهقتكم السياسية. مركز مع 10 دبابات ومع 20 جرافة، وناس إنه إسرائيل عندها صناعات عسكرية بدها توقفها عشان حضرتك. والله خفنا من الأستاذ أبو عبيدة. الدعم الأمريكي والأوروبي خافوا من الأستاذ أبو عبيدة. بكفي كذب. أهلنا صاروا عايشين بخيام بعد ما كان عندهم بيوت مقوياهم، صاروا يدوروا على كيس طحين وعلى كيس ملح عشان يلاقوا لقمة ياكلوها آخر الليل، ولسه بدك تصدعنا وتقولنا 10 دبابات و20 جرافة؟ يا أخي ملعون أبوك على أبو الدبابات على أبو الجرافات. حلوا عنا.